هي الأم في صبرها وحنانها وتضحياتها تجسد جميع معاني التفاني والعطاء في سبيل أبنائها. أم هادي أم حورانية ل3 فتيات وشاب مهاجر تعمل ليلا نهارا في صناعة الألبان ومشتقاتها في سبيل تأمين العيش لها ولبناتها، فرغم مشقة عملها ومرضها وكبر سنها إلا أن إرادتها الصلبة كانت حاضرة رغم جميع الظروف. كنت ماخذ متجوز المرحوم، كان كبير بالعمر شوي، بس من فضل رب العالمين كان كويس وكان معيشنا والحمد لله. بس من يوم انه توفى يعني تعرف يعني اي زلمه بيكون الوضع في البيت غير. ابني كان صغير، هادي كان صغير ما كان يعني يقدر يروح ويجي، والبنات هذول 2 والبنت الكبيره. اني اللي اشتغل واصرف على البيت كلياته. تعلمت شغل اللبن، تعلمت الجبنه، بسوي كشك، بسوي لبن مصفى للدحبر وللبن العادي، وببيع للعالم والحمد لله. والعالم كلياته يعني من اول الشارع لاخر الشارع اللي بده لبن بقول روحوا عم هذه العقله. والله ساترتنا والحمد لله، يعني يكفي اني بناتي ما بنمد ايدنا الحمد لله لحدا بنقول لا دينا ولا اعطينا، من فضل رب العالمين بشتغل وبصرف علي وعلى هالبنات. معاناة أم هادي مع بعد ابنها الوحيد وابنتها الكبيرة باتت تزداد أيضا مع ابنتها التي تعاني من مرض عضال، وابنتها هدى التي حرمتها ظروف مرض والدتها من متابعة دراستها. أنا عندي بنت رسبت السنة الماضية بكالوريا، بدها تقدم ما لحقت بسبب مرضي واني داخل المشفى بالشام. بتمنى من وزارة التربية يعطوها استثناء انها ترد تقدم السنة، بلكي الله سبحانه وتعالى يشفق عليها وتاخذ البكالوريا اقلها ما فيه وتساعد نفسها، وبتمنى للكل السعادة. اسمها هدى محمد سليمان العقلة، هدى محمد العقلة. بعد هادي الوحيد عن أمه كان أكثر ما تعانيه أم هادي رغم دعواتها وأمنياتها له، إلا أن حرقة قلبها كانت تنادي الابن البعيد لقلب أمه، وكانت لغة الدموع ترسم لوحة الشوق وحجم المعاناة. أحيانا العالم كله يقول يا الله أنت ما حدا معه هالولد غير أنت، أقول لهم هو وحيدي على 3 بنات. والله أحيانا خالتي هاي البنت ما بتحبني أزعل، أحيانا بخليها هي ملتهية وهاي بتدير وجهي على جنب بصير أبكي، بتقول مشان الله يا ماما لا تبكي، مشان الله استنيها تمرضي هسه، بقول لها لا ما ببكيش. أحيانا بخليها نايمة بقعد على جنب بصير أبكي وغني له بقول كأنه يعني عندي. إن شاء الله إن شاء الله. تضحيات الأم السورية التي ربت وقدمت التضحيات والأبطال تبقى بوصلة لأمهات العالم ومنارة يقتدى بها. فراس الأحمد لقناة سما الفضائية، مدينة درعا.